شاب عنده 22 سنة بيقود جيش صغير ضد أقوى إمبراطورية في العالم. مغامرة كان الكل شايف إنها انتحار، لكن بالنسبة للإسكندر كانت دي أول خطوة في طريق المجد. بعد ما وحد المدن اليونانية وجه الإسكندر نظره ناحية الشرق، ناحية الإمبراطورية الفارسية اللي كانت وقتها بتمتد من تركيا الحالية لغاية الهند. سنة 334 قبل الميلاد جمع جيشه الصغير اللي كان حوالي 40,000 مقاتل وعبر مضيق الدرانديل معلنا بدء الحملة الكبرى. أول معركة كانت عند نهر جرانكوس في آسيا الصغرى. الفرس كانوا مستنيينه على الضفة التانية من النهر وعددهم طبعا كان أكبر بكتير، لكن الإسكندر ما استناش، هاجم من النهر مباشرة. المعركة كانت شرسة والفرس متفوقين في العدد وفي السلاح كمان، لكنه استخدم تكتيك جديد وقتها وهو تكتيك الهجوم المباشر، ونزل بنفسه ساحة المعركة. انتهت المعركة بانتصار ساحق وأول نصر للإسكندر عشان يفتح ليه أبواب آسيا. وبعدها اتوالت المدن تسقط واحدة ورا التانية لحد ما جمع داريوس الثالث ملك الفرس جيش ضخم جدا عشان يقدر يوقف الإسكندر. وفي سنة 333 قبل الميلاد حصلت أول مواجهة حقيقية بين العملاقين، كانت اسمها معركة إيسوس. داريوس جيب أكتر من 100,000 جندي، لكن الإسكندر كان معاه أقل من نص العدد ده. لكن عبقرية الإسكندر ظهرت من جديد، خد الجيش بحركة التفاف ذكية جدا وضرب قلب جيش الفرس مباشرة. داريوس لما شاف الهجوم هرب من الميدان وساب وراه أمه ومراته وبناته كمان أسرى عند الإسكندر. وهنا حصل مشهد غير نظرة العالم كلها للإسكندر. معاملته للأسرى كان بدل ما يهينهم استقبلهم باحترام، وقال لجنوده: لقد عاملت نساء الملوك بما يليق بالملوك. ومن بعد معركة إيسوس بقى اسم الإسكندر في كل مكان، اليونان، مصر، آسيا، الكل بيتكلم عن القائد اللي ما بيهزرش. لكن هو نفسه كان شايف إن دي مجرد البداية، المجد اللي بيدور عليه لسه هناك ورا الرمال عند بوابات الشام. انتظرونا في الجزء الثالث عشان نكمل قصة الإسكندر.